ثيس، الذئب السويدي، في مدينة ليفونيا السويدية تقع في لاتفيا حاليا. وبالعام 1692 تم اعتقال مجموعة أشخاص بتهمة سرقة أغراض كنيسة، وقد تم دعوة عدة شهود، وأحدهم كان عجوزا سويديا يدعى ثيس. وبعد نهاية المحاكمة كان ثيس قد قرر أن يعترف بارتكابه لجرائم، وتلك الجرائم كانت بالفترة التي كان فيها مستذئبا، حيث أنه اعترف بمهاجمة المزارع وقتل الحيوانات وسرقتها. فسكان المدينة سبق وأبلغوا السلطات أن هناك حيوانات تتعرض للقتل بطريقة وحشية توحي أن القاتل ذئب، لكن لم يكن